مو كل اثنين حبوا بعض، ممكن ان القدر يجمعهم. احيانا في اشياء اقوى من الطبيعه تفرقهم. قصتنا اليوم عن طالبه اسمها مريم، طالبه طب متفوقه، امورها طيبه، لكن الحظ فعلا اول قدر عمره ما ضحك لها. شنو موضوعها؟ مريم هي من اسره ميسوره الحال واسره اكاديميه. طيله حياتها الدراسيه في الطب ال7 سنوات كانت العلاقه مع شخص حبني واحبك، والى ما أتممت هذه العلاقة أنه يكون في زواج في نهاية سنتها الدراسية. اللي حصل مع مريم من أول أسبوع بلشت تحلم بهذه الأحلام المزعجة وعلى شكل شبه متكرر. مع العلم مريم ما تؤمن بالروحانيات ويعني الماورائيات هذه، ما عندها الكلام هذا كله، بس الموضوع أصبح مزعج معها. تحول أنه يكون يومي هذه الأحلام، وبلشت هذه الأحلام تأثر في حياتها الزوجية. ليش؟ لأنها بلشت تحلم بشخص معين دائما يظهر لها دائما، وهذا الشخص بلش يسبب لها رعب، كأنها بلشت تعرفه. مريم صارت لما تقعد من النوم تعبانة. مو بس كذي، تطور وياها الموضوع مع الأيام أن ما نقول تكره زوجها، لكن ما تحب تقرب يمه خلاص، وبلش زوجها يشك فيها. هني قمنا ندخل بالمصيبة. ليش؟ زوجها مو قادر يشوف عليها ممسك، لأنها فعلا صاينة، لكن هي مو قاعد، ما تبي تقرب يمه، ما تبي تشوفه، ولا يعشدها، مو فاهمة لنفسها تفسير. لما وصل الموضوع بين مريم وزوجها أنه يقعدون مع بعض ويتكلمون بصريح العبارة، مريم ايش فيك لما قال لها؟ فبلشت تتكلم. يبا أنا قاعد يصير معاي 1 2 3 4. قال لها شوفي، يا تقولين الصدق وتعرفين أحد ثاني يا بلاها. يبا قالت له يبا هذا الموضوع من أول ما تزوجنا إلى هذه اللحظة، الحين صار لنا 2 وإحنا على نفس المنوال، ماني فاهمة شو الموضوع. كان يقول لها ما في إلا حل واحد، إن لازم نشوف لنا أحد يفهم بالمواضيع، يقرأ شيخ يقرأ عليك، يكشف عليك، مع أن إحنا على كلامه يعني، مع أن إحنا ما عندنا هذه الأمور، بس لعل وعسى ما تدري. لما اتصل على أحد المشايخ، هذا الشيخ طلب منهم إنه يروحون له. لما وصلوا له هني صدمة. لما مريم دخلت على الشيخ وقفت خايفة وريولها ترجف وطالعة وتقول هذا أنت اللي بالحلم. والمصيبة أن لما مريم طالعت تحت ما لقت ريول بني آدم. توقعاتكم شنو كان هذا؟